الجيش العربي السوري بمساندة كتيبة المهام الخاصة والدفاع الوطني في محيط مدينة إدلب تركزت على استهداف مواقع الإرهابيين ومهاجمة أوكارهم في المزارع الجنوبية الغربية والشمالية الغربية للمدينة بعد محاولات الإرهابيين المتكررة استهداف النقاط العسكرية بمحيط المدينة واستهدافها بقذائف الهاون. عمليات عسكرية للجيش العربي السوري في المزارع الشمالية الغربية والجنوبية الغربية لمدينة إدلب، وخاصة في مزارع بلدة جدار بكفلون وعين شيب ومزارع بلدة مارتين. تم من خلالها ضرب مواقع المسلحين في هذه المزارع وتدميرها بشكل كامل، والقضاء على عدد من الإرهابيين منهم متزعمين فيما يسمى لواء التوحيد. العمليات العسكرية نفذها الجيش العربي السوري بالتعاون مع وحدات الدفاع الوطني وكتيبة المهام الخاصة الوطنية. هذه العمليات تأتي لتطهير محيط مدينة إدلب من رجس الإرهابيين، وطبعا بعد القذائف التي تم من خلالها استهداف أحياء المدينة واستشهاد عدد من المدنيين الأبرياء. قمنا بتمشيط بعض المزارع الغربية والشمالية، الغربية الشمالية والجنوبية الغربية لهذه المنطقة. قمنا بدك مواقع الإرهابيين. كما نشاهد تم دخول هذه المزارع من عدة اتجاهات بعد تشكيل وحدات مشاة تم من خلالها مهاجمة مواقع المسلحين. تم الدخول في ساعات الليل الأولى طبعا والاشتباك مع المجموعات الإرهابية المسلحة، اشتباكات عنيفة شهدتها هذه المزارع على امتداد واسع تم من خلالها تطهير هذه المزارع بشكل كامل. احنا كانت مهمتنا استهداف لمواقع المسلحين، والحمد لله تمت الإصابة مباشرة، وإن شاء الله في بيناتهم قتلى، وتعاملنا مع الهدف وصبنا كل الأهداف الحمد لله. غني جاروخ لأخبار تلفزيون سما مدينة إدلب. أكد وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية أن الأزمة السورية يمكن حلها